مشاهدينا بهذه الفقرة أكيد راح نتطرق لأكثر موضوع اللي يخص الجانب الإذاعي والتلفزيوني من خلال تواجد ضيف اليوم المهندس والإعلامي فاهم الشمري. حياك الله أحمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. الله يسلمك. وأنا لي شرف إني أكون معكم. أنا أتشرف، يعني أنا كنت متابع أكيد لكثير من البرامج اللي قدمتها، واليوم تكون ضيف في هذه الحلقة معي، فأنا أكيد أتشرف بهذا الوقت. أنا ترى اليوم عفوا في حالة ارتباك. عادة أنا أقف في أو أقعد في مكان صحيح. المذيع وأسأل الضيوف بالضبط. اليوم أنا ضيف وأسأل من قبل المذيع، وهذا شرف لي إنه يعني يكون أحد متابعيني واللي يعني على قولتهم شافوني من الصغر وتابعوني في البرامج الرياضية، أن اليوم صحيح. يستضيفني ويستقبلني في قناتكم الكريمة قناة الراي، إني نتكلم موضوع بعيد عن الإعلام شوي، لكن ما يمنع شوية نذكرك بأشياء معينة تخص الإعلام. لكن يعني في البداية بدنا نتعرف عن تطور البث تحديدا. شوف، يمكن كلنا نعرف أن البث سواء الإذاعي أو التلفزيوني من بداياته يعني ابتدى بوسائل بسيطة، وسائل يعني جدا بدائية، إلى صحيح. أن ما وصلنا عليه الآن ونشوف التطور الحاصل في أجهزة التلفزيون، أجهزة الراديو صحيح. والتقنيات اللي تستخدم. يمكن المشاهد والمستمع يعني، وخاصة شوي اللي بالجيل الأقدم صحيح. الجيل الشباب الآن يمكن على طول وعوا على السي دي بالضبط، والام بي 3 والفلاش ميموري والأمور التقنية الجديدة، والأمور التقنية هذه ما راحوا ما شافوا الأشياء القديمة، الريل، الكاتريج صحيح. الكاسيت، يعني وسائل الاستماع ووسائل استقبال الإذاعات صحيح. حتى بالنسبة للتلفزيون، يعني التلفزيون بدأ بالسينما أول شيء، بدأ بعدين بالأسود والأبيض، بالملون صحيح. والملون يعني كان عدة تقنيات، إلى أن وصلنا الآن قاعد نشوف إحنا الاتش دي وال2K وال4K، يعني وايد تقنيات موجودة. يمكن راح تكون عندنا مصطلحات كثيرة شوية بالأجنبي، لكن أحاول أن نبسطها يعني هذه المصطلحات أكيد المشاهد الكريم توضيحك يعني. لها أكيد المشاهد راح يستوعب هذه المصطلحات. إذا بتكلم عن الاختلاف اليوم بين الأف ام والداب بلس. شوف أحمد، الحين عندنا إحنا في وزارة الإعلام في السنوات الأخيرة حقيقة يعني، وقامت وزارة الإعلام بتنفيذ مشاريع تعتبر من مشاريع التنمية المستدامة. ممتاز. وهذه المشاريع ما هي إلا يعني تنفيذ للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بإقامة مشاريع تنموية تفيد البلد وتفيد المؤسسات الحكومية، وأيضا تفيد المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الكريم. من التقنيات الحديثة اللي استحدثتها وزارة الإعلام خاصة في البث الإذاعي، الكل يعرف أن في بث AM صحيح. وبث FM صحيح. اللي نسمعه الآن احنا في السيارة بالضبط. صارنا تقريبا 3 إلى 4 سنوات الآن وزارة الإعلام اعتمدت نظام بث جديد، وهو نظام عالمي حقيقة معتمد في الكثير من دول العالم، وهو نظام الداب بلس، أو هذا اختصار لكلمة ديجيتال أوديو برودكاستنج، اللي هو نظام البث الإذاعي الرقمي. طبعا هذه التقنية احنا نعتبر في الشرق الأوسط سباقين في يعني استخدامها. حلو. وفي منطقة الخليج احنا من الأوائل. ممتاز. العالم كله اتجه إلى طريقتين للبث الإذاعي، طريقة اللي قلت لك هذه ديجيتال اوديو برودكاستنج داب بلس، وطريقة الساتلايت راديو عبر الأقمار الصناعية. هذه التقنية يمكن الكثير اللي يروح الولايات المتحدة الأمريكية راح يشوفها هناك مستخدمة في أمريكا الشمالية. حلو. اللي هي نظام بث الإذاعي عن طريق الأقمار الصناعية. فحتى لو تشوف أنت السيارات الأمريكية التجاري، مو اللي من الوكالة المواصفات الخليجية، المواصفات الأمريكية تلاقي فيها ساتلايت راديو صحيح. بس ما تستقبله هنا لأن هذا مخصص في قارة أمريكا. الكويت اتجهت إلى نظام الداب بلس، اللي هو يعني نقدر نقول الأشمل والأكثر دول العالم يعني مستخدمته. في عندك آسيا وأقصى آسيا، أوروبا، المحيط الهادي. فالكويت انضمت إلى الأغلبية اللي تستخدم هذا النظام اللي هو ديجيتال أوديو برودكاست أو الداب بلس. لو نقارن تقول مثلا المشاهد يسأل ليش يعني وزارة الإعلام اتجهت إلى هذه الأمور؟ يعني موجود الأف أم بالأساس. أيوة إيه؟ هذا السؤال بالضبط. موجود الأف أم، أنا قاعد أسمع، لكن أنت يعني جهاز بث أو مؤسسة مسؤولة عن البث، ما تنظر إلى أنه والله أنا بس قاعد أبث مواد وفقط.
اول شيء لازم تواكب التكنولوجيا علشان لا تكون انت في اخر الركب مثل ما يقولون. بالضبط. الشغله الثانيه انت لازم يعني ايضا التغيير من هذا النظام، من نظام الاف ام الى نظام الداب بلس على سبيل المثال، ترى ما هو مجرد تغيير فقط نوعيه الصوت. هل احنا راح نشعر بالتغيير؟ اي راح تشعر اكيد طبعا. انت الان في الداب بلس انت تسمع الاذاعه بكواليتي السي دي. شفت انت الحين تروح تشتري سي دي وتسمع الاغنيه شلون واضحه؟ بالضبط. بالداب بلس يعطيك الكواليتي هذا، الجوده في الصوت اكثر ما هو موجود في الاف ام. انا قبل لا ادخل على مواصفاته وشنو مميزاته، طبعا انت لما تشغل مثل هالامور هذه، يمكن احنا في الكويت هني عندنا الوعي البيئي شوي نوعا ما قليل مقارنه يعني، لكن في الدول الاخرى، دول العالم الاخرى المتطوره يعني تحاتي موضوع مثلا انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون شلون يجي؟ من استهلاك الطاقه. صحيح. انت في كل ما كان عندك اجهزه كثيره تستهلك طاقه، انت قاعد تسوي تبدد حراري، بالاخير قاعد تبث في طبقات الجو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي قاعد يسوي لنا الاحتباس الحراري، واللي قاعد نشوف احنا التغيرات الجويه اللي موجوده هذه ترى بسببها. فالوعي اللي موجود يعني احنا كوزاره اعلام متجهين له. اول شيء الوعي البيئي. شلون انت راح يكون عندك الوعي البيئي عشان يصير التوازن بين وزاره الاعلام والوعي البيئي، شلون ممكن يكون؟ شلون؟ بعمليه تقليل استهلاك الطاقه. شلون نقلل استهلاك الطاقه؟ اقلل استهلاك الطاقه في الاعتماد على اجهزه تصرف لي طاقه اقل. حلو. انت الان في البيت يعني يمكن الحين استديوهاتنا قبل، انا عاصرت الاستديوهات القديمه للاستديوهات الجديده. قبل الاستديوهات انا امس اسولف هالموضوع هذا، تقعد انت في الاستديو تحس انك كانك الديايه اللي بالشوايه شايفه من قوه الكشافات اللي كانت موجوده والهالوجين الحار قبل. هذا تغيرت الاستديوهات، قاموا يحطوا لك كشافات ال اي دي. اشوى احنا لحقنا على البراد. اي اشوى لا يخرب البشره ولا شيء. فكشاف بارد يعطيك اضاءه ال اي دي. ايضا شنو صار؟ عندك تقليل طاقه. صحيح. تقليل الطاقه هذا يقلل الحمل على وزاره الكهرباء اللي احنا قاعد ناخذ منها من محطات الطاقه، قاعد ناخذ طاقه سواء احنا قاعد نتكلم كوزاره اعلام او مستهلك. وهذا قيسه حتى على انت على وجودك في البيت. انت لما تستخدم اشياء يعني الانرجي سيفنج، معدات توفير الطاقه، انت تساهم بشكل او باخر بالوعي البيئي المطلوب. صحيح. اكيد. فهذا التوجه من احد الاسباب اللي خلينا في وزاره الاعلام ان نتوجه الى هذا النظام. نيجي حق ابرز المواصفات اللي تخلي نظام الداب بلس افضل من الاف ام. اول شغله عندنا يمكن اللي هي التشويش. ما في تشويش في نظام الداب بلس لانه ديجيتال. حلو. في نظام الديجيتال يمكن اللي مهتمين في الالكترونات والمتخصصين في الالكترونات ديجيتال، في نظام يسمونه ال1-0. حلو. اون او اوف. ممتاز. يا اسمع يا ما اسمع. اما سالفه التشوش اللي يصير معاك وتمر تحت خطوط التردد عدل وتوصل حق الصوت الصحيح، هذا ما راح يكون موجود. هذا لا مو موجود، يا تسمع الموجه يا ما تسمعها. حلو. الشغله الثانيه بنظام الاف ام، فرضا فلنفترض احنا عندنا في اذاعه الكويت 15 او 18 اذاعه. ال 18 اذاعه شنو تحتاج لي طبعا 18 استوديو، هذا ما في اي تغيير. احنا نروح لاجهزه الارسال، تحتاج 18 جهاز ارسال. هذا مثال انا قاعد اعطي الرقم وانت قس على يعني 18 جهاز ارسال. تبي لي 18 ترخيص للموجه، يعني مثلا نقول موجه البرنامج العام 89.5، موجه محطه الغناء 103.7. صحيح. هذه موجه ترى مو ببلاش، هذه بفلوس. هذا انت لما تاخذ الموجه هذه، تاخذ هذا التردد، الحيز هذا التردد بفلوس. مثل الحين عندنا القنوات الخاصه، اذاعات الخاصه مثلا 88.8 و 90.4. صح. هذه شركات خاصه اشترت هذا الرقم، اشترت هذا التردد، صح ولا لا؟ بملايين الدنانير، ترى مو بشيء هين. صحيح. فتخيل انت كوزاره اعلام عندك تبي ناخذ رقم 18 مثلا. حلو. 18 جهاز ارسال، 18 لايسن، تبي عندك 18 برج في المحطه الواحده. اذا انت قاعد تبث من محطه واحده، انت بعد ما قاعد تبث، خلينا نقول ما قاعد اكلمك على محطات منتشره في الكويت. في محطه واحده تبي لك 18 اريل او انتنا اللي هي انت قاعد تبث فيها، حجمها كبير. حلو. فهني شنو راح يصير معاك؟ راح يصير معاك التكلفه. صحيح. يعني ال 18 بينما بالداب بلس انت ال 18 هذيلي تحتاجها بجهاز واحد باريل واحد. 18 لا 18 استوديو هذا اوكي. انا قاعد اقول لك الحين انت بتبثهم. ببثهم احتاج بس جهاز ارسال واحد. هناك كم محتاج ثاني؟ 18. هني انا احتاج جهاز ارسال واحد، فغير ما انت اريل واحد،
فهو يعني غير انه هو يعني راح يقلل من الامور البيئيه احنا تكلمنا عنها، ايضا راح يقلص التكلفه يعني. الحين اجيك على التكلفه. ناخذ فرضا الافرج مثلا حق ال 18 كم تكلفني؟ بالدراسات يعني الموجوده تكلفني مثلا مليون دولار. حلو. تخيل كم تكلفني في الداب بلس نفس ال 18 قناه ويعطيني نفس القوه واقوى. لا وافضل 80,000 دولار. تخيل انت كم موفر؟ 80,000 920,000 دولار بنفس البث، بنفس بفوائد اكثر، بنفس التغطيه افضل، زين، بمواصفات احسن وباجهزه احسن. لكن هني شنو راح يصير الفرق؟ الفرق ان انت هني ما تدور على القناه او الاذاعه بالرقم. شلون راح يكون؟ راح بالاسم. راح يطلع لك مثلا جهاز الاستقبال او الراديو، تطلع لك مجرد اسماء، لان انت كل الاذاعات قاعد يطلع لك مثلا كويت بروجرام، سوبر ستيشن، محطه غنى عربي، قرآن الكريم، هالاشياء هذه انت تدور بالاسم. ممتاز. سبورت، سلو، فتدور باسم الاذاعه مو برقمها، لان كل البث هذا بموجه واحده. حلو، ممتاز. نفس انا اقول لك نفس شلون هو اللي يسمونه سنجل فريكونسي، نفس اجهزه التليفون. ممتاز. انت الحين اجهزه التليفون ترى قاعد تستخدم انت الابراج اللي موجوده ومنتشره في الكويت زين بتردد واحد. صحيح. قاعد يشتغل عليه الجهاز، ما قاعد تطلع من موجه لموجه، من موجه لموجه، لا انت قاعد تستخدم موجه واحده تطلع من برج، هذا البرج يغطي لك الدائره هذه، البرج الثاني يغطي لك الدائره هذه، في برج يغطي لك المساحه هذه، فانت تنتقل يسمونها سيلولر، خلايا. ممتاز. من خليه لخليه. نفس المبدا هذا بالنسبه للاذاعات. هذا الحين التكلفه يعني انا مصدوم صراحه من الرقم، يعني من لو تروح ان شاء الله يعني تكون في ضيافتنا نوريك مثلا محطه من محطاتنا، لو تيجي حق ال 18 قناه هذه زين وتشوف اجهزه البث مالتها. جهاز البث الواحد ياخذ له تقريبا 60 سم حرض بعمق متر، اضربه ب 18، فانت قاعد تاخذ يعني تقريبا انت تتكلم على يعني فوق ال 12 متر. صحيح. قاعد تتكلم اجهزه، الاجهزه هذه بغرفه كبيره تحتاج تبريد، تحتاج عندك انت قاعد تطلع حراره كبيره، يعني احنا بالاستوديو هني ليش بارد الاستوديو؟ صحيح. لان الاجهزه اللي قاعد تستخدم تطلع حراره كبيره. صحيح. فلا بد من تبريدها. اذا ما تبردت الكاميرات هذه تطفي. بالضبط. وحتى الاجهزه اللي فوق. فهذا كله انت شو تسوي الحين بالداب بلس؟ ايش راح يصير معك؟ جهاز واحد 60 بمتر، مكان واحد بس، خلاص. انت قاعد تبث 18 قناه اللي قلنا عنها، اللي اخذت غرفه 60 متر زين، تغطيها ب 60 سم بمتر. هذا جهاز واحد في محطه واحده باريل واحد. حتى حجم الاريل زين يختلف طبعا، هم الاشياء الهندسيه يختلف في عن الاف ام، بس نفس رقعه الانتشار المستمع اللي يستمع لها. هذه الاشياء مثلا هذا متى كله راح يكون تقريبا؟ هذا موجود رسميا، اي موجود. ممتاز. وقاعد نبثه. لكن شنو اللي صاير حاليا؟ انت تقول لي شلون اسمع هذا البث؟ بالضبط. انا هذا اللي يعني كنت بسأله اليوم، شلون انا راح انتقل من الاف ام الى الداب بلس؟ ايوه. بالنسبه لي انا كيوزر. احنا كان عندنا في وزاره الاعلام فريق عمل تابع لمكتب وكيل الوزاره والمكتب الفني بالتحديد. عندنا حمله تعريفيه مع مؤسسات الدوله، مع جمعيات النفع العام، للتعريف بالنظام هذا. عرفنا ومع غرفه التجاره والصناعه، وحقيقه كانوا مشكورين بالتعاون، وكان جدا تعاونهم جميل ومثمر، بان هم يعني على قولتهم السلطه المسيطره بالضبط على الشركات. صحيح. خاصه شركات الالكترونيات وشركات السيارات. دعوهم كلهم وخاصه الى بعض الجهات الحكوميه، وقعدنا معاهم عرفناهم، قلنا لهم ترى عندنا هذا البث. انتم شنو دوركم الان يا شركات؟ دوركم انه تجلبون اجهزه تستقبل هذا البث. انت الحين ما تروح شركات الالكترونيات تلاقي جهاز راديو. صحيح. جهاز الراديو الحين يسمعك اي ام واف ام. يعني دور الشركه اليوم تشتري الجهاز التابع اللي يجيب لك الداب بلس. وطبعا هذا متوفر بشكل سهل، موجود. لا موجود يعني. فالسوق مفتوح الان. فالشركه يعني اقصد ما في صعوبه، يعني ما هو عائق للشركات اليوم انه ما يقدرون يتعاونون معاكم لان الاجهزه ما هي موجوده. لا انت احنا كوزاره نقول لك يا تاجر، انت ترى عندنا نظام بث.
هذا مجال جديد انك تجيب اجهزه جديده تفتح السوق فيه، فاللي يبادر بسرعه راح يكسب السوق. بالضبط، صح ولا لا؟ فيجيب الاجهزه. ايضا اجتمعنا مع وكلاء السيارات. وكلاء السيارات تحديدا، ان هذا الموضوع اللي يهم المشاهدين راح نتكلم عنه اكثر ضيفنا، لكن بعد الفاصل مشاهدين. تفضل. مشاهدينا اكيد مستمرين مع ضيفنا بالحوار الشيق، على الرغم منه تقني لكن ضيفنا بحكم الجانب الاعلامي اللي عنده اكيد والخبره الاعلاميه اللي اكيد نتعلم من خلالها يقدر يوضح لنا الامور هذه بطريقه جدا بسيطه. يعني بنتكلم عن وكالات السير والداب بلس وشلون راح تكون الجزئيه في التعامل. هذه يعني يمكن مثل ما قال الاستاذ جاسم مخرجنا في اذاعه دوله الكويت، يعني الان المستمع دائما شغوف بالاستماع الى محطات الاذاعه سواء الخاصه او الحكوميه في السياره. صح. في النظام هذا شلون تستخدمه؟ ما راح تقدر تستخدمه الان في او ما راح تستقبله في الجهاز الاستقبال الموجود عندك في السياره. فعلشان كذي احنا صار اتفاق مع غرفه التجاره مثل ما قلت لك قبل الفاصل، مع وكلاء السيارات، بان يا وكلاء السيارات خلاص كلموا شركات المصنعه انه ترى عندنا التقنيه هذه. صحيح. فزودوا اجهزه الاستقبال الراديو اللي بالسياره فيها داب بلس، يصير عندك اي ام اف ام داب بلس. ممتاز. وموجود هذا باوروبا، موجود ترى في اسيا، في الهند، في كل الدول هذه موجود، لكن احنا في الكويت لان مثل ما قلت لك الشركات ما كانت تدري بالموضوع. فالان شركتين في 2018 موديلات سيارات اوروبيه بدون ذكر اسمائهم يعني يابوا فيها التقنيه هذه. زي السيارات القديمه، السيارات القديمه هل اقدر انا اشتري هالجهاز واحطه بسيارة؟ اي في بورتبل تقدر تطلبه من شركات الالكترونيات او من النت. انا عندي بالسياره موجود وعلى طول على اي او اكس، وتسمع جوده من اروع ما يمكن. ممتاز. بث اذاعه دوله الكويت بجميع محطاتها بتقنيه يعني تقنيه افضل من الاف ام مثل ما قلت. ممتاز. اذا بنتطرق اليوم الى مصطلح الدي في بي. الدي في بي مثل ما احنا قلنا، الداب اللي هو ديجيتال اوديو برودكاست، الدي في بي اللي هو ديجيتال فيديو برودكاست. حلو. بث تلفزيوني. ممتاز. هم عندنا احنا تقنيه جديده في وزاره الاعلام، بث تلفزيوني ارضي ديجيتال. حلو. هذه تقنيه جديده ايضا من التقنيات اللي موجوده، وفيها محطات شغاله وقاعد يبث في على جميع نطاق محافظات دوله الكويت، والناس قاعد تستقبله. ايضا مواصفاته، وليش اتجهنا الى يعني هذا المجال، نفس مواصفات لا انت قاعد توفر التكاليف، قاعد الاجهزه الجهاز نفس الشيء. كان عندك اجهزه تغطي الغرفه هذه او الاستوديو هذا، الان انت عندك جهاز كبر بعرض الطاوله هذه يغطي لك نفس الشيء ويعطيك نفس الاداء، لا بوضوح اكثر بالاتش دي. يعني تخيل انت بث ارضي، انت تذكر شلون كان البث الارضي؟ صح. مشوش لف الاريل وتعال، واللي صح. يذكر بعد الساعه هذه الالكترونيه تلف لك الاريل، ولا يصعد فوق يم عشان واضح مو واضح السوالف هذه. زين. صحيح. الان هذه ما في هذه. نفس الشيء ديجيتال، يا تشوف صوره يا ما تشوف صوره. تمام. بس معنا انا اعتذر، يعني انا يعني لما قلت لي البث الارضي حطيت خط تحت البث الارضي. اليوم بوجود كل التكنولوجيا اليوم، سواء الاخبار اللي نقدر نحصلها بالتليفون او بوجود القنوات الفضائيه، ليش احتاج البث الارضي؟ يعني ما احتاجه نهائيا بولا شيء. وايد مهم السؤال هذا، واشكرك على هالسؤال. شوف صح، اي واحد الان يسال تعال انا شبي في البث الارضي، انا بالتليفون اشوف قنوات العالم كلها. بالضبط. وسائل اسهل يعني. بالريسيفر في البيت انا قاعد اشوف القنوات. ليش احتاج؟ وزاره الاعلام او عموما مو بس وزاره الاعلام او الهيئات الخاصه في البث التلفزيوني في دول العالم، ترى مو بس احنا، يعني ما تنظر من الناحيه هذه ان انا والله عندي ستلايت وعندي نت، لا تنظر لك من ناحيه ايضا ناحيه امنيه. هذا يعتبر من ضمن الامن الوطني. ممتاز. اقول لك شلون. تفضل. انت الحين لا سمح الله صارت كارثه. زين. ممتاز. كارثه بيئيه، كارثه طبيعيه، اي نوع من الكوارث، اي نوع من انواع الكوارث ممكن تحصل. صح. انقطع عندك الارسال التلفزيوني الفضائي. ترى الغيم الكثيف يقطع لك اشاره الستلايت، فما اقدر اشوف فما تقدر. انا قاعد اكلمك على غيم كثيف. فتخيل انت اي كارثه ممكن تحصل، اي كارثه تصير. نفس الشيء بالنسبه للانترنت. الانترنت عارفين احنا كيبل بحري ممتد عبر العالم كله. صحيح. في المحيطات لو جت لك اي سفينه وقطت الانكر او المرساة بالعربي وقطعت الكيبل وصارت وايد وانقطع عندك النت. ينقطع النت. صحيح. انت ككويت لا تتحكم في النت
ولا تتحكم في الستلايت، لان الستلايت شركات يعني وانت ماخذ منهم تردد. يعني لو انا بتخيل هذا الموقف بعدم وجود اليوم البث الارضي اللي احنا نتكلم عنه، خلينا نتخيل انه ما هو موجود، وانقطع عندك البث، انقطع، فانا خلاص انعزلت عن أيوة. عن ما نتكلم عن العالم، انا نزلت حتى بالشان المحلي، انا ما ادري قاعد يصير داخل اقليم دوله الكويت فعليا، فانا اعتبر شلون توصل حق المواطن والمقيم؟ انقطعت، ما اقدر اوصل حق ولا ايوه هني فائده الحاجه حق البث التلفزيوني الارضي، حلو. بان انت توصل لكل من هو موجود على ارض دوله الكويت في حاله يعني لا سمح الله. وبعدين مو بس الشغله هذه، يعني في وايد مميزات وايجابيات انت تقدر في المستقبل ايضا تستفيد منها. يعني مثل ما قلت لك انا، حتى تصير انت تقدر يعني تبث عليها مثلا مباريات دوريات اوروبيه. صحيح. زين، بث ارضي. الحين مصر راح تبث كاس العالم ارضي. صحيح. زين، لان مثلا في قنوات عالميه ماخذه البث الفضائي، فالبث الارضي يصير تكلفته قليله، وبنفس الوقت انت غطيت على المجتمع. يعني انا بالنسبه للوقت ما قاعد يسعفنا، ولا ما شاء الله الاسئله كثيره، والوقت معاك اكيد ممتع. مهندسنا والاعلامي فاهم الشمري، هو سؤال اخير، المفروض كلمه اخيره لكنه سؤال اخير، ونختم من خلاله باجابه بسيطه. شنو يعني لك الاعلام بعد كل هذه التجربه اللي انت قدمتها من خلال تاريخك الاعلامي؟ والله شوف، الاعلام انا مثل ما قلت لك، انا الاعلام فيه بالشقين، بالشق الاعلامي والشق التقني. احنا بالشق عايش فيهم اثنينهم. صحيح. حقيقه تطور مذهل قاعد يصير. ما شاء الله نوعيات البرامج ونوعيات اللي قاعد تطلع لنا من المذيعين والمذيعات والتقنيات في الاخراج. يعني انا اقول انتم محظوظين حقيقه، يعني جيلكم زين محظوظ جدا بما متوفر لديه من امكانات تعطيه انه يكون سباق ويكون متقدم في مجاله. صحيح. ويتطور يعني كثيرا عن جيلنا احنا. صحيح. اللي بدينا في امكانيات قليله، حتى نت ما كان موجود يعني. صحيح. وايضا احنا كنا متطورين عن الجيل اللي قبلنا. صحيح. يعني فيعني اشوف انا الاعلام ما شاء الله تطور حيل، واتمنى لكم التوفيق. يعطيك الف عافيه المهندس والاعلامي فاهم الشمري على تواجدك معنا، نلقاك على خير. انا كنت سعيد جدا حقيقه بان اكون معاكم. الله يخليك. مشاهدينا وصلنا الى نهايه الحلقه، نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه، مع السلامه.